مقابل واحد، وبالفعل يطلق فهيم عمر. اعزائي المشاهدين، صفارة نهاية اللقاء معلنا فوز النادي المصري 3-1 على النادي الاهلي. تقدم جونيور في الدقيقة 11 ونجح مؤمن زكريا في ادراك 3 اهداف، والملعب تحول الى سوق عكاظ. الملعب تحول الى سوق عكاظ الحقيقة. حسام محمول على الاعناق. هخليني معاكم شوية لان الحقيقة المشهد غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد. وجماهير النادي المصري انا مش عارف عايزين ايه، انا مش عارف عايزين ايه. كسبانين 3-1 وعاملين مباراة من اروع ما يكون. ايه المطلوب اكتر من كده يعني الحقيقة؟ ولاعيبة النادي الاهلي في منتهى الادب خرجوا على يعني غرف ملابسهم. ده مش منظر ملعب كورة، دي سويقة تقدروا تقولوا. ده يعني مش معقول، مش مقبول. والنادي المصري مش قليل ان كل جماهيره تنزل ارض الملعب احتفالا بفوز، وكل الجماهير مش عارف رايحه على فين. احتفلوا بحسام حسن زي ما انتم عايزين، احتفلوا بابراهيم حسن، اعتداء على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير. دي مش كوره ولا رياضه، دي حرب. حرب ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ده 3 نقط ولا دي هتروح الكوره في داهيه يا جماعه. صح. دلوقتي ولا في امن ولا في شرطه ولا في اي حاجه يا جماعه. الناس بتفوت قدامنا يا كابتن نادر، الناس بتفوت قدامنا فوق اللبس. واحد بتوصل الشهاده فوق اللبس. ابو تريكه، المشكله ان الناس المسؤوله، واحنا اتكلمنا وناشدنا ان من الواضح ان محافظ بورسعيد ومدير الامن مش فارق معاهم حاجه. يعني ما فيش حد اتحرك هنا. الناس بتتحرك، كابتن حسن بيتحرك والناس بتتحرك، مفيش حد عايز يستجيب ولا حد حتى عمل حاجه ولا في اسعاف. الناس يا كابتن نادر قلت اللبس قدامي واحد بتلاقي له الشهاده، يا كابتن نادر. لا حول ولا قوه الا بالله. مع احترامي لكل الناس، مع احترامي لكل الناس، الساده المسؤولين والساده اللي موجوده على كراسيهم. الناس بتفوت، الناس بتفوت. ارجو تدخل الناس بتفوت يا جماعه. الناس مصابه مش بتدل على الارض يا كابتن نادر. ولا في حد بيتحرك. احنا بقالنا بالظبط الماتش خلصنا 45 دقيقه ولا في حد بيتحرك، ولا في امن جالكم ولا في اسعافات، ولا في امن يا كابتن نادر، ولا في جيش ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه. احنا دلوقتي اللعيبه هي اللي بتسعف الناس، الجماهير، والجماهير هي اللي بتسعف نفسها. امال ابو تريكه، امال فين الشرطه اللي كانوا موجودين في الملعب؟ راحوا فين؟ الشرطه الامن اللي كانوا موجودين بيحرسوا الملعب يا كابتن، لسه موجودين في الملعب، بيحرسوا الملعب.
بيحرسوا الملعب سايبين كنتوا. والناس فوق في المدرجات جماهير النادي الاهلي بلت عليها الناس وضربتها. كتبت الله يقول لي الاحساس بتاع حضرتك لما بتلقن واحد الشهاده قدامك وانت مش عارف تعمل له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول للناس بتشجع وبعدين الناس خايفه جدا. الناس لا ملتحمه بالجماهير باللعيبه. مش هتلاعب. انا بقول للناس بسرعه شويه بسرعه. حاضر يا ابو تريكه، حاضر. حاضر. إذن أعزائي المشاهدين 13 حالة وفاة في مستشفى بورسعيد، و11 حالة وفاة في مستشفى الحميات، و11 حالة وفاة في مستشفى آخر في مباراة كرة القدم، و3 حالات وفاة موجودة في الملعب في مباراة كرة القدم ما بين مصريين ومصريين، ما بين جمهور الأهلي والجمهور المصري، ما بين رجال الأمن المصريين داخل الملعب، حالات وفاة من أجل مباراة كرة قدم. هل هو ده النتاج؟ هل ده اللي كنا مستنيينه؟ هل ده اللي كنا عايزينه؟ حالات وفاة في كرة قدم في عز كرة القدم في مصر من ساعة ما بدأت البطولة سنة 48 ما حصلش حاجة كده في مصر. ليه؟ ايه المبرر؟ ليه؟ الأهلي يفوز، المصري يفوز، أي حد يفوز. ليه حالات الوفاة؟ ابوس ايدك ابني وحيدي ردوا عليا يا ناس. مين يجدني؟ مين هيغطني؟ مين هيجيبهولي؟ انا طبعا على القنوات كلها بيقولوا في كذا واحد اسمه احمد ميت وكذا واحد اسمه محمد ميت. كانوا جزء من 60 مليون حبهم للنادي عدى الجنون. كل واحد بيغني يقول عمري عشان الأهل يقول. علمونا معنى الحرية والوفاء فيهم حاجة عادية. عالحلوة والمرة كانوا معانا وفي كل مكان سافروا ويانا. كل واحد ضحى للكيان، كل واحد من جوا إنسان. علمونا معنى الانتماء. كل المجد للشهداء. كان محمود غمور إنسان طيب ومش مغرور. الاسم كان محمود سليمان إنسان من صناع الحياة. الاسم كان كريم جونيور ورا الأهلي بيلف يدور. الاسم كان اسلام علوان ورا الأهلي في كل مكان. الاسم كان أحمد يوسف انتماء وصعب يتوصف. الاسم كان مصطفى صار كله طيبة واحترام. الاسم كان سيد جودة جدعنا شهامة والجولان. الاسم كان رشدي فنان قائد وبيستقطع الأشمال. الاسم كان أنس الجميل ضحكته ما كانش ليها مثيل. الاسم كان كريم فوزان كان مثال للالتزام. الاسم كان خالد الرسام جرافيتي أغلى من الكلام. الاسم كان يوسف البطل أنقذ كتير من الخطر.
مصطفى جمال شعبان، عبد الرحمن فتحي، محمد عبد الله، احمد فوزي، مصطفى عبود، ابراهيم حلمي، محمد مصطفى، احمد وجيه، عمر عمرو، محمود صابر، مصطفى الرفاعي، محمد سري، امجد السيد، زياد جمال الدين، مصطفى متولي، حسين محمد السيد، محمد خاطر، حسام الدين السيد، محمد علي، احمد عبد الحميد، مصطفى السعيد، خيري فتحي، حسن فهمي، محمد سمير عاطف، العربي كمال، مهاب صالح، احمد زكريا، محمد اشرف، اسامه محمد مصطفى محمد يوسف، اسلام احمد، محمد فرغلي، احمد اسماعيل، عمر علي، مصطفى نصر، محمد عبد النبي، احمد محمد صالح، كريم المليجي، محمد جمال، اسلام حسن، عمرو عطا، احمد عزت، سعد جمال، محمد حسين، حامد فتحي، احمد طه، محمد الشربجي، ايمن هيبه، ممدوح البنداري، باسم الدسوقي، محمد خالد، كريم عبد الله، محمد محمود، احمد الشابوري، محمود سلامه، محمد محروس، احمد اسامه، سليمان احمد، محمد ناصر، سعيد محمد، اسامه احمد، محمد مصطفى كريم. المجد لكل شهداء النادي الاهلي. الجمهور في مصابين وفي ناس بدأ حالات الموت تبان. فهو كان بيخيط حد كان تحت يعني جبهته كده وتحت عينيه وبتاع، فهو بيخيط، فهو ما لابس البتاع، فانا الراجل الولد ما فيش ما بيستجيبش ولا بيقول حاجه وبعدين كل ما نقول فاقول له يا دكتور ايهاب، دكتور تعالى شوف، يقول لي يا ابني خلاص. يا دكتور ايهاب تعالى شوف يا ابني خلاص. قلت له يا دكتور ايهاب، قال لي يا ابني خلاص مات. فدي من المواقف المأساوية. زي ما بقول وائل كان محظوظ انه ما كانش موجود واثرت فينا بشكل كبير. يعني احنا من الانديه القليله جدا اللي الدريسنج روم بتاع الفريق اختلط بدماء الجمهور، اختلط بدماء ناس. فانت لما تستشهد على ايديك احنا مر علينا ناس. لا بس مالي يا ابو دريك، لا ده لا مالي وضرب نار في الشارع واحنا في الفندق. يعني احداث احنا مر علينا احداث مأساوية كتير. بس ده اشدها مأساوية لان في ناس طبعا ماتت على ايدين اللعيبه وعلى ايدين اللعيبه، فده اثر فينا قوي قوي. وحتى اخر كلام اللي شفنا الفيديوهات اللي بعد كده كان الجمهور يقول لك الا اللعيبه، واحنا بنخرج كنا متفقين. طبعا كانت الاجواء مش كويسه في ماتشات الاهلي والمصري، دايما بيبقى فيه شد وجذب وبتاع، فاحنا كنا متفقين قبل الجيم ان حضرتك احنا من اول ما ركبنا القطر ودخلنا حته اسمها التل الكبير على دخلة اسماعيليه واحنا حسينا بالغد. دخلونا من عند مدرجات بورسعيد وضربوا علينا خراطيش اللي هو البلي، وضربوا علينا بالحجره. زمايلي نازلين من الاتوبيس متعورين، ده البدايه. والبلكونات الحريم واقفه بتقول لنا مش راجعين، انتوا مش راجعين، وكلمتها طلعت صح. اول ما حسب 7 دقايق خدت بعضي وجريت على البوابه، لقيتها مقفوله. ببص مفيش جنازير ولا لقيت اقفال ولا حاجه، والبوابه مش عايزه تتفتح. انا مستغرب طب دي مقفوله ازاي؟ ابص الاقي حضرتك لحام كهرباء من الفوق للاخر. جيت ارجع ما عرفتش ارجع من الطوفان
اللي نازل عليا، جمهورنا كله عايز يخرج. طلعت على كتف واحد وطلعت على السور حضرتك اللي فوق البوابة، لقيت واحد جاي بيجري عليا لابس ترنج ارتراس مصراوي، ده حضرتك قعد يزق فيا، مت على الجاكيت بتاعه وهو يزق وانا ماسك في الجاكيت بتاعه، اما هو بيزقني بالشمال فتح المطوه باليمين، فضل يقطع في ايدي حضرتك، فضل يقطع في ايدي لغايه ما سبت السويت شيرت بتاعه وراح حادفني. مفيش دقيقه زميلي نزل من المدرج. بورسعيد كان واقف بينا طول اليوم سعيد، راح يومها وخد معاه اغلى الشباب، رجعنا نشوفكم من جديد، دمك هيكون شرارة ثورة تاني من جديد، ثورة ترجعنا تاني الإيد في الإيد، ونعيش أحرار مش عبيد. مفيش لعيب من اللي بيلعبوا في النادي الاهلي حس بعيالنا زي ابو تريكه. تكفى الوحيد اللي حس بعيالنا وحس بقلوبنا. انسان طيب وحنون، ربنا يكرمه يا رب. طول عمري بدعي له من اول عيالنا ما ماتت لغايه النهارده. هو مش بعيد عننا بس بيبعت لنا على النت، شوف الدنيا بعيده عليه بس فاكرنا. كابتن ابو تريكه اخر معاه ابو تريكه عملها معانا ساعه ما كنا في عيد الام، خدنا كل الاسر في اتوبيسين وبجاشين. من فضلك عشان ما اضطرش اخرج حد من القاع. اتفضل استاذ خالد، اتفضل اقعد مكانك. اتفضل من فضلك اقعد مكانك. اتفضل، مش عايز اسمع صوت بدل ما اخرجكم بره. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الاوراق والماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه، قررت المحكمه وباجماع اراء اعضائها بإحالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، محمد رشاد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، السيد مصطفى وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته المؤة، هشام البدر محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني، محمود أحمد البغدادي وشهرته المندو، فؤاد أحمد التابع محمد وشهرته فؤاد فوكس، محمد شعبان محمد حسنين، ناصر سمير أحمد عبد الموجود، حسن محمد حسن المجدي، محمد حسين محمود علي عطية، أحمد رضا أحمد محمد عبد الرحمن النجدي، طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، طارق عبد الله عصران علي وشهرته طارق عصران، عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة، محسن محمد حسين الشريف وشهرته محسن القص، وائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته وائل سيكا، محمد دسوقي وشهرته الدسة، محمود علي عبد الرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي. من فضلكم
من فضلكم من فضلكم لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12/12/2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوى الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر ايا كان موقعه. رفعت الجلسة. قلناها في المدرج قدام الملايين، يسقط نظام بيقتل كل يوم في جيل وجيل. دبروا لنا المؤامرة، دبروا لنا المستحيل، قتلوا أغلى الصحاب، قتلوا حلم السنين. في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد. كان فاكر حكمه يوم هيخلي في أعلى مكان، والشعب الثوري يرجع للعسكر زي زمان. اطلق في كلامك كمان